اهلا وسهلا في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن ميه الديتير او سائل التبريد. سائل التبريد في بلاد الاغلب طقسها بارد بيسموه بالانجليزي الانتي فريز او مضاد التجمد. عندنا في الوطن العربي والبلاد الاغلب طقسها حار بنسميه الكولنت او سائل التبريد. هنتكلم في الفيديو ده عن تركيب سائل التبريد، ايه الفرق ما بين الميه الخضراء والحمراء، ايه الانواع المفروض تحطها في عربيتك، المفروض تغيره كل قد ايه، وليه في انواع ارخص بكتير جدا من انواع تانية. بس قبل ما نبدا الفيديو النهارده احب افكركم ان عملت فيديو الاسبوع اللي فات عن ازاي تغير ميه الديتير بنفسك. لو حابب تشوف الفيديو هتلاقي اللينك في الوصف. ولسه في فيديوهات جايه كتير، فتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. تركيب ميه الديتير عباره عن نسبه كبيره جدا ميه، بس مبتبقاش ميه حنفيه، بتبقى ميه مقطره لان ميه الحنفيه مليانه املاح ومعادن. طيب 50% ده التركيز الامثل للماء المقطر، وده هيدخلك في مشاكل. اول مشكله ان ال H2O اللي هي الماء المقطره بتغلي عند درجه حراره 100 وبتتجمد عند صفر. عشان كده لازم تضيف ماده ترفع درجه الغليان وتقلل درجه التجمد. تاني مشكله ان ال H2O بيساعد على الصدى، عشان كده لازم تضيف ماده تمنع الصدى. تالت مشكله ان الخليط ده كله بيبقى شفاف، فيبقى صعب تكتشف التسريبات بعينك المجرده. عشان كده بقى بيضيفوا شركات المصنعه بقت بتضيف لسائل التبريد بتاعها لون فاقع عشان عشان يشد عينك بسهوله. وده يجاوب على سؤال ايه الفرق ما بين الميه الخضراء والحمراء او الزرقاء او ايا تكن. هي مجرد صبغه، ملهاش اي دعوه بتركيب السائل، ملهاش دعوه. يعني مثلا الميه الحمراء ممكن تتحط في عربيات الكوري، ممكن تتحط في عربيات الالماني، الميه الخضراء ممكن تتحط في عربيات الامريكي. بالنسبه للماده اللي المفروض ترفع درجه الغليان وتقلل درجه التجمد، في نوعين رئيسيين من الماده دي: الايثيلين جلايكول والبروبيلين جلايكول. الفرق ما بينهم الايثيلين جلايكول طبعا ده الاكثر استخداما، ده ارخص في التصنيع ولكنه سام جدا، وكمان ليه خصائص حراريه افضل، يعني هو بينقل درجه حراره افضل من البروبيلين جلايكول. اما البروبيلين جلايكول فهو ليه تكلفه تصنيع اغلى، ليه خصائص حراريه اسوأ، او يعني مش بنفس كفاءه الايثيلين جلايكول في الخليط، ولكنه غير سام. طبعا اغلب الشركات بتستخدم ايثيلين جلايكول، وايثيلين جلايكول سام جدا قاتل، عشان كده بيضيفوا عليه ماده مره في الطعم علشان الحيوانات ما تشربوش وتموت. علشان كده يوم ما تيجي تغير ميه الريداتير في عربيتك اتاكد انت بتتصرف من الميه الريداتير القديمه بشكل صحيح. يا اما يبقى تحتك بلاعه تعرف تشيل كل الميه دي، يا اما تعبيه في جراكن وتوديه مغاسل العربيات او البنزينات اللي على الطرق وهم هناك هيتصرفوا فيه. تاني حاجه هي مضادات الصدى. مضادات الصدى في منها ثلاث انواع رئيسيه: مضادات عضويه ودي بنختصرها بالاو اي تي اورجانيك اسيد تكنولوجي، ودي بيبقى فيها مواد زي الكربوكسيليت والسيباكيت والاثنين او 2 اي اتش اي، ودي كلها مواد عضويه، ودي اغلب الشركات بتستخدمها لانها بتدوم فتره اطول. يعني ممكن سائل التبريد ده يقعد معاك حوالي من 200 الف كيلو او 5 سنين. في مواد تانية غير عضويه زي الاي اي تي اللي اسمها ان اورجانيك اديتيف تكنولوجي، دي بتبقى فيها مواد زي الفوسفيت والسيليكيت، ودي عيبها ان هي بتدوم فتره، طبعا هي ارخص في التصنيع لكن بتدوم فتره قليله، ممكن تدوم سنتين بس او 36 الف كيلو. تالت حاجة هي الخليط ما بينهم الهجينة ال HOAT، دي تاني مادة أكثر استخداما بعد ال OAT، ودي بيستخدم فيها حاجات زي الفوسفيت مثلا مع الكربوكسيليت، ودي بتدوم تقريبا زي العضوية، يعني حوالي كل 200 ألف كيلو أو 5 سنين. وده بقى اللي بيخلق الاختلاف بين أنواع سوائل التبريد. كل شركة بتستخدم مضاد صدى معين، بتستخدم مضاد تجمد معين، بتستخدم صبغة معينة، وده اللي بيعمل الفرق ما بينهم. طيب ليه في انواع ارخص بكتير من انواع تانية؟ هنشوف مثلا الجيركن ده، لو هتركز في تركيبه هتلاقي ان هو مكتوب فيه 5% بس ايثيلين جلايكول. طبعا الايثيلين جلايكول مش غالي يعني زي الميه المقطره، عشان كده ده بيبقى رخيص. في شركات تانية بيبقى فيها الايثيلين جلايكول صفر، بيبقى عباره عن ميه وصبغه، ودي طبعا ابعد عنها تماما. طبعا التركيز الامثل للايثيلين جلايكول هو 50%. الميه العاديه الميه المقطره بتغلي عند درجه حراره 120 في الدوره المضغوطه زي دوره تبريد زي دورة التير. لو ضفت لها 50% ايثيلين جلايكول ساعتها هتغلي عند 140. اكتر من كده بيبقى اضراره اكتر من منافعه. عشان كده لما تيجي تختار سائل تبريد اختار سائل تبريد فيه ايثيلين جلايكول 50%، في مواد مضادات صدى عضويه، لو ايتيليا اكتر حاجه بتعيش معاك وما يهمكش اللون. وفي الاخر سائل التبريد لا يقل اهميه عن زيت الموتور او تيل الفرامل، فاشتري نوعيه كويسه وحافظ على مواعيد الصيانه. ختام، انا ابراهيم احمد، اشوفكم الفيديو الجاي.